والله يا أخي راح تشوف أن الناس اللي كتبوا هذا القرآن مجرد حرامية نصوص أخذوها من العهد القديم وبعض النصوص من العهد الجديد، بكل أمانة، بكل عدم تحيز وعدم تحامل وعدم انطباعات مسبقة. وأنا هذا الكلام أنا عن نفسي يعني بدأت يعني أقرأ في القرآن قصة زكريا وقصة يحيى وقصة مريم وقصة يوسف وقصة إبراهيم وقصة نوح وقصة داود وقصة سليمان وقصة كذا، ولأن الذي ينقل من كتاب ثاني وهو أصلا ما عنده معلومات عن هذا الكتاب بينقل بطريقة خاطئة، فعشان هذا القرآن طلع بهذه الطريقة. ولذلك علماء المسلمين، مش كلامي أنا، روح لعند علماء المسلمين لما يحاولوا يفسروا قصص الأنبياء وقصص هذا القرآن مضطرين أنهم يصيروا قساوسة، يروحوا يصيروا تلامذة عند المسيحيين وعند اليهود. ليش؟ عشان يجيبوا كلامهم عشان يفسروا فيه القرآن، لأنه ما في حاجة موجودة، لأن النص الأصلي هناك، النص الأصلي تبع القرآن هو موجود في التوراة وفي العهد القديم وفي العهد الجديد. أما هذا الذي إحنا بين أيدينا اللي جالسين مفتخرين به كثير، انه هذا هو يعتبر نص مسروق. يا اخي نص مسروق، مش لانه انا بيعجبني الدين او لا، هذا الكلام يعني بكل امانه اقرأوا هذا القرآن واقرأوا النص الاصلي اللي هو العهد القديم.